ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. يلا مع بعض النهاردة نعمل بسكوت اليانسون بطريقة لذيذة جدا وسهلة وبمكونات موجودة عندك في البيت. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. ويلا نبدأ. اولا محتاجين 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. دايما طلعي البيض من التلاجة بدري شوية وسيبيه لحد ما يبقى بدرجة حرارة الغرفة. حطيت عليهم معلقة صغيرة فانيليا وكوباية سكر، وبدأت أضرب بالمضرب كده على سرعة هادية، وبعدين زودي بقى السرعة لحد السكر ما يدوب خالص ويبقى البيض درجته أفتح كده، اللون بتاعه أفتح وهياخد القوام ده. ضفت له كوباية زيت، بس نقصت الكوباية معلقة وحطيت بدلها معلقة سمنة بلدي. ده اختياري براحتك، يعني ممكن تعملي الكوباية كلها زيت. ضربت بقى كده بعد ما حطيت الزيت بالتدريج، وبعدين حطيت معلقة خل أبيض. الدقيق بتاعنا 2.5 كوبايات، عليه رشة الملح، عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكربونات، معلقتين كبار ينسون، وقلبت كله كده. وبدأت أضيف بقى الدقيق للمكونات السايلة بتاعتنا. طبعا الدقيق ده أنا نخلته الأول. حطيت الدقيق على 3 مرات. هي طبعا هتبقى زي الكيك بس القوام أتخن شوية من قوام الكيك. زي ما بقولك كده حطيت الدقيق على كذا مرة. وطبعا هنا مش هتستعملي إلا المضرب اليدوي لحد الكيك ما يبقى كده. الصينية اللي استخدمتها صينية مستطيلة، يعني يفضل إنها تكون مستطيلة. آم، الفرن دلوقتي شغال على درجة حرارة 180. هنحطها على الرف الوسطاني وهتاخد حوالي من 35 ل 40 دقيقة. ادي الصينية اللي استخدمتها، حطيت فيها معلقة زيت كده وبالفرشة، وبعدين حطيت الكيك. شايفة بقى القوام يعني اتخن شوية من قوام الكيك العادي. نزلت بقى كله كده، وحاولت طبعا بالاسباتولا ان انا افرد الكيك بتاعنا كده، لأن طبعًا قوامه تخين فهتفرديه كده بنفسِك. وبعدين حطيت على إيدي زيت وفردته أكتر كده بإيدي، تبططيه بإيدِك بالشكل ده. وندخله بقى الفرن، باقول لِك هياخد من 35 ل40 دقيقة. أدي بقى شكله وطلع بقى بالجمال ده. هنسيبه بقى شوية لحد ما يبرد. أنا اختبرته كده بالعصاية بتاع الشيش طاووق. شايفة لون الكيك من تحت. وبعدين بقى صينية كبيرة حطيت فيها ورق زبدة، وبدأت بقى إيه، بعد الكيك بتاعنا ما برد، يعني بقى دافي كده، هتقطّعيه وهو دافي يعني. قطعته كده بالطول بالشكل ده، وبعدين بقى بالعرض، والسكينة تكون مشرشرة. بالعرض بقى يعني سمك كده إيه، حوالي سنتي أو سنتي ونُص زي ما تحبّي بقى المقاس اللي أنتِ عاوزاه. آدي كده شكله. وبدأت بقى أفرده في الصينية على جنب كده، وهندخله بقى الفرن. هياخد حوالي 5 دقايق من تحت و5 دقايق من فوق. ادي شكل الصينية. دخلناه بقى الفرن على نفس درجة الحرارة على فكرة 180. بعد ما طلع بقى شايفة اللون بتاعه جميل قوي قوي. يتقدم بقى مع كوباية شاي حلوة كده بألف هنا. حلو جدا وخفيف، وزي ما بقولك يبقى فطار جميل كده مع كوباية الشاي. ادي بقى الشكل، وهوريكي بقى واحدة دلوقتي من جوه هش خالص وجميل. هتحطيه بقى في علبة مقفولة عشان طبعا ما ينشفش مننا، وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.